بدأنا 2025 ولسه مش عارفين نسيطر على الهبد اللي ملا الساحة، ان الحشيش بيخفف الوزن، والاختراعات اللي ملت السوق والخلطات اللي ملت البيوت. لو كلت وبعدها نمت على طول هتخف. كله بقى عنده حلول سحرية للخسسان والتخن هتلمنا كلنا في أقرب مستشفى، ولذلك قررنا نحن دايت اند تشيت بالنيابة عن مجال التغذية والتدريب إننا نقف في وش الهبد ونقول مع كامل عدم احترامنا: كفاية هبد بقى، كفاية. اول هبده معانا النهارده هي ان الحشيش بيخفف الوزن. ده بجد؟ انا سمعت ان الحشيش بيساعد في تقليل الوزن وبيساعد في التخسيس وبيأثر على الشهيه. فقررت اشرح. انا عندي اعتراض على الكلام ده. اول حاجه الحشيش بيأثر على الشهيه بس بيخليك تجوع اكتر. حلو. يبقى انت ازاي هيخليك تخس؟ بالعكس انت هتقعد تاكل اكتر. يعني الكلام ده ينفع لو في بالكينج مثلا او حاجه يفتح شهيته؟ يفتح شهيته جدا. انا جالي اكتر من كلاينت اعترف ان هو بيشرب حشيش عادي جدا، بتحصل. فبتكون شهيته مفتوحه للاكل. بيقول لي انا بخش مطبخ اي حاجه قدامي ببلعها. يبقى ازاي اخسس؟ بالعكس. لا، يبقى احنا نستخدم الحشيش في البلك. انا شايف كده. انا مش مقتنعه لان الحشيش بيساعد في عمليه الحرق، حتى لو باكل كتير فانا بحرق اسهل. كده كده مستحيل تحرق كميه الاكل اللي انت هتاكله وانت يعني لسه شارب سيجارات حشيش ومزاج رايق كده. وبعدين مزاج وبعدين الرايق ثانيه بيقول لك دايما بعد ما تشرب سيجاره الحشيش بتعمل ايه؟ بتعلي بسبوسه، سكريات، مش عارف ايه. يبقى انت كده كده هتبلك. انا حاسس ان انا شاكك في عمرك يا كابتن. ده عميل برضو. عميل صدقني. السؤال هنا، هل برضه هيحرق البسبوسه وبلح الشام والكلام الجميل اللي هيقعد ياكله ده؟ انا ما اظنش بصراحه. هنحرق ولا هتحرق؟ لا هيحرق هو بقى. بيساعد في عمليه الحرق. لا، ده كلام علمي مثبت على الانترنت. طب ممكن اعرف طيب؟ ده دكتور ضياء العوضي. عارف على نظام الطيب. يا جماعه اللي بيسال السؤال مش بيساله بغرض التعاطي، بيساله بغرض العلاج. العلاج. طب ما هو في بدايل كتير احلى من يروح يشرب حشيش، حتى مش منطقيه يعني. طيب خلينا ناخد وجهه نظر الورك اوت. يقال ان الحشيش بيقلل الالم اللي بعد التمرين. عن طريق كلاينت عندي اعرفه. يا عم انت. بصوا يا جماعه صلوا على النبي. طبيعي لما يشرب حشيش هيحس ان هو فاصل عن الدنيا. حلو. فممكن يكون فعلا مش حاسس بالسورنس الشديد اللي هيحسه من التمرين، سواء بعد التمرين او من التمرين اللي قبلها. طب وهيعرف يوصل للفيلير؟ على حسب الدوز اللي بياخدها. على حسب الجوب. فانا مع فكره ان هو ممكن ما يحسش بالسورنس الشديد دي، ممكن، بس انه يخس مستحيل. يعني ممكن يساعده في التمرين. في التمرين ممكن يساعده في التمرين عن طريق انه يستحمل مثلا فوليوم اكبر مثلا. ممكن لشخص بيدور على حلول سريعه زي حل الحشيش. حلو. هل في اي بدائل عن الحشيش تساعده ان هو يتحمل اكتر في التمرين ويخس بسرعه ويعلي الحرق؟ ترامادول. وتكون ممنوعات. انا بالنسبه لي غير اعلاني لجميع الديلرز. اكيد في، بس على حسب فعلا البدائل دي بجد حاجه زي الحشيش ولا حاجه فعلا منطقيه. حاجه منطقيه طبعا اكيد في حاجات كتير مثلا. زي ايه؟ طب نسمع دايت اند شيت الاول كده. حاجه تساعد على الحرق. حاجه تساعد على الحرق، تقلل من الالم بعد التمرين، تخسس بسرعه. عايزين منك كافيين. الكتاب بيقول كده. يعني هل الكلام ده مثبت علميا؟ طبعا. طيب انا دلوقتي حد بيشرب 6 دوز كافيين وما بيخسش عليه. ما هو لوحده مش كافي، لانه في الاساس مش هو اللي هيخلي الشخص يخس. الاساس الايه؟ العجز من السعرات اللي هو عامله، ولكن ده يسرع من الموضوع. الموضوع بيجي ازاي؟ هو لو انت البيزل ميتابوليك ريت بتاعك او عدد السعرات اللي انت بتحرقها في الطبيعي في السكون رقم، الكافيين بدوز معينه بيساعد ان الرقم ده يبقى رقم ازيد سنه صغيره، تكاد تكون من 50 ل 150 كالوري ماكس. ده اللي الكافيين ممكن يعمله، يزود حرقك من 50 ل 150 كالوري. ده بكتير قوي قوي من حرقك العادي. ولكن برضو عايز اضيف حاجه في موضوع الكافيين ده، عشان الناس كتير قوي ممكن تسمع الكلام ده يقول لك يلا بينا على طول. الموضوع بليميت. يمكن انا شفت منه تجارب سيئه جدا، فبقيت كاره اي حاجه فيها كافيين. بس فعلا الناس لو دخلت في اوفر دوز بسبب الكافيين ده، لا هيشوف يوم مش هيشوفه طول عمره يعني. دي حقيقه. وممكن الناس ليه؟ بتهبط في التمرين. لان اول حاجه في سايد افكتس ولكن بالتدريج. يعني ممكن الاول لو خد، خلينا نقول الانسان الطبيعي يحاول ما يزودش عن 400 مللي جرام كافيين. فلو قلنا ان هو مثلا في يوم خد 450 خد 500، هيواجه ان هو مثلا بيعرق اكتر، كل شويه بيخش الحمام، اضطرابات نوم. ولكن لو خد 700 ضربات قلبه اشد ومش عارف يركز في اي حاجه. طيب لو خد 1000 ممكن يقع من طوله، وده اللي حصل معايا قبل كده يعني. اللي شفت الفيديو. ف 1000 مللي جرام كافيين لا يعني رقم 1000 مللي جرام كافيين ده ما يعادل كام كوبايه قهوه؟
يعني خلينا نقول افريج مثلا الكوبايه 90 مثلا. لا الكوبايات الصغيره كمان ممكن توصل ل 60 70. خلينا نقول 90 يعني ده 90 ده يبقى بكتير. بزياده احسن. يعني حوالي 11 كوبايه قهوه 11 كوبايه قهوه وانت طالع. فانا ما اظنش ان في انسان طبيعي بيشرب 11 كوبايه قهوه في اليوم. انا يعني اخري اخد واحده وشوت اسبريسو. انا بصراحه قطعت الكلام ده كله عشان خلاص بقى بعد اللي شفته، ولكن لو حبيت بيبقى اخري مثلا كوبايه قهوه، ربع سكوب بري ورك اوت لو انا تعبان، فاهم؟ اللي هو حاجه بس كده تحس ان انت ايه. صديق البرنامج بيسأل ايه الحالات الطبية اللي الحشيش فيها ممكن ما يبقاش مضر؟ ايه الحالات الطبيه اللي الحشيش فيها ممكن يكون مش مضر؟ كان في مسلسل زمان ممكن بتاع مفيش حاجه اسمها تبطيل. مش اسمها تبطيل يا ولي يا هاني هو ده كان اسمه ايه؟ مفيش حاجة اسمها تبطيل. مفيش حاجه اسمها تبطيل ده كان اسمه ايه؟ كان معروف قوي كده. تحت السيطرة. تحت السيطره هو ده. ايه اللي يخلي حد مثلا ياخد حشيش وهو بيروح الجيم؟ مفيش حرفيا مفيش. انا مش شايف ان في سبب منطقي يخليه يشرب حشيش لا، الا لو بيتوكل. بيبلك مثلا، وانا برضو ما رشحش ده. نفسي اعرف عينة الكلاينتس جايه منين؟ نفسي اعرف. لا انا مش شايف بصراحه ان في سبب يخليه يشرب حشيش. لا للحشيش. لا لا للحشيش. للحشيش. مخدرات. اتفق. طب هل يا استاذ دايتشي حلو. في منتجات او مكملات موجوده في السوق بتعتمد في تكوينها على وجود الحشيش؟ مش الحشيش، في حاجات جدول زي الافيدرين طبعا موجوده في بعض المكملات وبعد برضو الفات بيرنرز يعني. وبعد فات بيرنز هل بالظبط. انت عملت عليهم تحاليل؟ لا هم كاتبين احنا هم كاتبين إفيدرين. اصلا هم لوحدهم فاتحين نفسهم. هو كده وناس بتاخده بتاع اسمه بلاك سبايدر. انا ما رضيتش اقول اسمه بس هو يعني تمام. هو بلاك سبايدر. عملوا منه كام فيرجن اصلا مش عارف اسمه ايه واسمه ايه، بس هم برضو نفس الفكره كلهم يعني كده. وحاطين فيهم افيدرين. افيدرين ده جدول يعني لو حد طلعه من الصيدليه بدون روشته كلبوش. وخلي بالك بقى ان الناس ده برضه خبايا، الناس بتروح تطلعه من بتوع الصيدليات بالحب وتاخده قبل التمرينه وبيكسروا الانبوله. عندي كلاينت كان بيكسر الانبوله يحطها على فنجان القهوه. انا ما عنديش كلاينت عمل كده. لو بتتكلم بقى على الافيدرين نفسه مش بيكون جوه فات بيرنرز، في ناس كتير جدا بتستخدمه في مجال الجيم، وطبعا ممنوع يعني او صعب ان انت تاخده بشكل ايه ليجل. يعني هل انتوا ترشحوا الحشيش كحل سريع للدايت والتمرين؟ لا الاجابه الاخيره لا اتفق. لا ولا بالكينج ولا كاتنج. بص ما يشربش حشيش خالص. يعني الحشيش هبدا الحشيش هبدا قويه. هبدا متين.